جلطه الشاب بتبقى اسوأ بكتير من جلطه الراجل الكبير. التعامل مع امراض القلب من خلال الاطباء هو مرعب اصلا. اي الم في الصدر لازم يحترم. في عامل بقى اللي هو الاهم والاخطر بالنسبه لنا، العامل الوراثي. مين بقى اللي بيتحكم في المشاعر، القلب ولا المخ؟ الرياضه هو حل سحري لمعظم امراض الجسم. يعني الوقايه من امراض القلب دلوقتي خير من علاج امراض القلب. ازاي يا جدع؟ الله العظيم مالكش حق. ازاي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنصور فيديو جديد من بودكاست ازاي مع دكتور محمود الحسيني، استشاري امراض القلب والاوعيه الدمويه وقسطره القلب التداخليه بمعهد القلب القومي ورئيس قسم القلب بمجمع الفلوس الطبي. ازيك يا دكتور عامل ايه؟ ازيك يا عم انت؟ ايه الاخبار؟ ازيك يا استاذ؟ كله تمام؟ تمام والله. ايه عامل ايه والشغل عامل ايه؟ الحمد لله. انت سعيد؟ انا جدا سعيد بشوفك. الحمد لله انا سعيد. ماشي، هنتكلم شويه كده في شويه اسئله يعني. اتفضل. هنحاول يعني اللي يتفرج على الفيديو يعرف ازاي يتعامل مع القلب وامراض القلب، واللي عنده امراض قلب ازاي يتعامل معاها، والحياه المثاليه ليها يعني. وشويه اسئله كده مجمعه لك. القلب وما يحوي. اهم حاجه عايزين نريح القلب. تمام. المهم اول سؤال، يعني مثلا ازاي نحافظ على صحه القلب عموما؟ ازاي نحافظ على صحه القلب عموما بقى؟ هو القلب جزء من الانسان. ماشي. نحافظ على الصحه العامه، نحافظ على القلب. في حاجات خاصه في القلب وفي حاجات خاصه بالانسان. فاحنا مبدئيا كده نتكلم ان القلب نحمي ازاي القلب. في حاجات نقدر نغيرها في القلب، في طبعنا في نظام، في سلوك الحياه بتاعنا، عاداتنا. وفي حاجات ما نقدرش نغيرها خالص. حلو. الحاجات اللي ما نقدرش نغيرها خلاص بقى، يعني اللي هي بقى حاجات وراثيه، حاجات بيئيه، حاجات انت منشأ فيها مش نقدر نتكلم معاها. اما الحاجات اللي هي نقدر نغيرها في صحه القلب، ان احنا نتجنب. اول حاجه انك تتجنب العادات السيئه. واكتر سبب العادات السيئه او اكبر عاده سيئه التدخين. تمام. انك انت تتجنب التدخين، تتجنب الضغط العصبي المفرط، البيئه العصبيه او البيئه اللي فيها ستريس زايد. نقدر برضك نقول الحاجات اللي ممكن يعني نتجنبها في الحياه، الاكل السيء زي مثلا الفاست فود، الزيوت المهدرجه دي بقى كارثه يعني. طب ازاي نتعامل مع امراض القلب عموما؟ يعني زي مثلا واحد، انا عرفت دلوقتي انا عندي مرض في القلب عموما، ايه الحاجات اللي المفروض اخدها على نفسي كده واتعامل بيها؟ بص، هو مبدئيا في امراض القلب المريض مطلوب ان هو ينفذ النصيحه الطبيه. التعامل مع امراض القلب من خلال الاطباء هو مرعب اصلا. يعني انت لما يبقى في واحد مريض قلب، القلب ده عضو ما ينفعش يقف. ايوه صح. يعني انت ممكن حضرتك تبوظ عادي، انما القلب وقف خلاص، انت بس ما فيش انسان. قلب يعني ما فيش، هو قلب خلاص، انت النبض وقف خلاص، انت في حته ثانيه. فالتعامل مع امراض القلب ده اكتر حاجه اقدر انصح بيها اي حد، اللي هو يتعامل مع يسمع التعليمات، يتعامل مع الطبيب، والطبيب يقول له اعمل كذا وما تعملش كذا، يمشي معاه. مفيش بقى، انما مفيش حد اسمه اوعى، لا ما فيش الكلام ده. هيجي هو مثلا يقول للقلب استنى اتعامل مع القلب ده، يعني تقول لي مثلا بتعامل مع ازاي مع فيروس لا، انت بتتعامل، انت مريض قلب، يبقى تتعامل بالتعليمات اللي الدكتور يقولها لك. تعامل مع حياتك. ممكن انت بقى تقول ازاي ان انا اتفادى امراض القلب. ماشي. دي بقى ممكن اللي هي ان احنا بقى نشوف بقى الحاجات الاساسيه في الحياه اللي نعملها، زي مثلا لعب رياضه، انك انت تمارس رياضه بشكل دوري. ودي له اسس على فكره، له اسس وجايد لاينز مكتوبه. ازاي ان احنا نشوف الاكل الصحي اللي بيقوي عضله القلب ويساعد ويقلل من امراض القلب، ويساعد على صحه القلب. نقدر نقول مثلا ازاي الحاله النفسيه بتاثر على عضله القلب. ما ده في سؤال مخصوص عشان لا، اصل الصحه النفسيه لها. طب يعني طالما دخلنا الموضوع ده، ازاي بقى امراض القلب بتاثر على الصحه النفسيه، وازاي حالتك النفسيه بتاثر على القلب؟ بص، عموما نبدا من الجزء الاولاني من السؤال، ازاي القلب بيأثر على الصحه النفسيه. بص، هو اي حد في الدنيا يفقد شيء من صحته، هو بيخش في حاله من المضايقه والاكتئاب والتوتر، خصوصا ان هو في القلب يعني. تعالى بقى، القلب ده انسان كان النهارده مثلا بيطلع الدور الرابع وان شوت، فجاه بيطلع اول سلمه مش قادر. النقطه الثانيه، كان بيمارس حتى اليوميه والعمليه بتاعته بشكل دوري، ما بقاش قادر خلاص، مش قادر، كل حاجه بياخدها بينهج فيها. يجي له وجع في صدره يوقفه، نهجان، الورم، طبعا العلاقه الجنسيه، كل ده بيبوظ. ده له تاثير سلبي جدا 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 فوق ما تتخيل على الحاله النفسيه. ده الجزء اللي هو بنقول ان القلب بيأثر على الصحه النفسيه. اما الصحه النفسيه بتأثر، احنا عندنا حاجه اسمها الستريس لايف ستايل، ده هاي ريسك فاكتور بالنسبه لامراض القلب. يعني واحد مثلا عايش في بيئه عصبيه زي دكاتره التخدير مثلا ودكاتره العنايه ودكاتره القلب طول الوقت، تلاقي في
ظاهره دلوقتي موجوده ان شباب كتير في سن صغير بيموتوا نتيجه للضغط العصبي المفرط. الضغط العصبي جزء من او سبب من اسباب الوفاه المفاجئه. فطبعا لازم ان انت الضغط النفسي المفرط ده بيأثر على القلب بشكل سلبي جدا. مين اكتر ناس عرضه لامراض القلب؟ طيب بص، احنا هنقول مين اكتر ناس عرضه لامراض القلب طبقا للريسك فاكتورز. عدد الريسك فاكتورز، الريسك فاكتور يعني العامل الخطر. ماشي. احنا بنقول مثلا ايه، ده راجل عنده ضغط وعنده سكر وعنده تاريخ مرضي بالقلب في العيله بتاعته وعنده تدخين مثلا، ده راجل عنده فيري هاي ريسك، ده احتماليه حدوث امراض القلب وارده جدا وعاليه. في واحد مثلا هو عنده ضغط ده قليل. طيب في حاجه تانية، هو عنده مثلا سكر او عنده ضغط حاجه واحده بس مش بيتعالج، ده هيبقى اعلى من واحد عنده ضغط وسكر والاثنين بيتعالجوا كويسين. تمام. في عامل بيئي اللي هو مثلا اللي هو قاعد في بيئه كلها ستريس. تمام. في عامل اللي هو عامل سلوكي، هو بيشرب سجاير، هو بيشرب مخدرات، الحاجات دي بتزود نسب حدوث الجلطات بنسبه عاليه جدا. في عامل بقى اللي هو الاهم والاخطر بالنسبه لنا، العامل الوراثي. العامل الوراثي ده ان يبقى مثلا عندك الاب او الام كان عندهم مشاكل في القلب، جالهم جلطات قبل كده، في حد في العيله مات صغير بسبب جلطه، في العيله دي فيها نسب الوفيات قليله، قصدي كتيره، وهو شغال نسب وفيات كتيره وهو في سن صغير. فده تحتمل، احنا عندنا العامل الوراثي ده يعتبر اهم عامل في امراض القلب. فوق ده كله بقى احط مثلا الصحه النفسيه، الضغط العصبي، المخدرات، العادات اللي هو بيعملها، مثلا بيشرب مخدرات ولا لا، بيشرب سجاير ولا لا، بيمارس رياضه ولا لا، السيدنتري لايف، راجل طول الوقت ما بيتحركش، ده نسبه حدوث ان هو عنده الجلطات عاليه جدا. فكره التغذيه، يعني هو مثلا بياكل دماغي وانا مش محضر له يعني. الولاد اللي بيروحوا التمرين وبياخدوا هرمونات وبيتمرنوا في طبعا نسب الجلطات عندهم عاليه. اصل هي الفكره في ايه، انت بتاخد حاجات زي الاسترويدز دي، الحاجات دي ممكن بتعمل حاجه اسمها تصلب الشرايين، بتعمل حاجه اسمها اثيروسكلوروزس، اللي هي بالبلدي كده، او يعني بالعاميه او الاكثر الدرجه، اللي هو راجل عنده تصلب الشرايين، ده نسبه حدوث الجلطات بتاعته بتبقى عاليه جدا. فطبعا لا انصح بده، يعني الوقايه من امراض القلب دلوقتي خير من علاج امراض القلب. فهمت قصدك. الموضوع ده مهم جدا 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 فوق ما تتخيل، لان دلوقتي لما يجي لي عيان عنده غلطه احسن ما يجي لي عيان في بدايه عنده كسور محتاج بس ياخد شويه ادويه والدنيا تبقى ستابلايزد عنده وما عندوش اي مشاكل. يعني ما يجيليش العيان دايما الفيرست برزنتيشن بتاعه، الفيرست تاتش مع دكتور القلب بجلطه، بهارت فيلير اللي هو ضعف في عضله القلب، ده عنده ازمات متبهدل. طيب انت بقى، احنا عاوزين نحمي نفسنا من امراض القلب. مريض سكر ده لازم يكشف قلب بشكل دوري، ضغط لازم يكشف قلبه، يعمل برضك فحوصات القلب اللازمه، بيدخن والوراثه بيدخل، لازم يفحص القلب بشكل دوري. اللي عنده امراض وراثيه، يعني مثلا انا والدي جاله امراض القلب وعنده 40 سنه او 35 سنه، ما استناش انا بقى لما يبقى عندي نفس القصه. بس كل افراد الوراثه السن مش مقياس. السن ما هو مش مقياس، انت تعمل فولو، انت بقى المفروض تعمل في حاجات مبدئيه بيزك، يعني مثلا اعمل رسم قلب، ايكو رسم قلب موجود مثلا، لو بقى طبعا تشيل من الجايد لاينز بس يعني بيفيد. حاجه فيك دلوقتي طالعه حاجه جديده اسمها كالسيوم سكورنج، اللي هي سي تي، نعمل اشعه مقطعيه على الشرايين التاجيه. تمام. نعمل حاجه اسمها كالسيوم سكورنج، الكالسيوم سكورنج ده بيتوقع حدوث القلب يبقى نسبته قد ايه. تمام. ده حاجه مهمه جدا. فكره ان انا ما اتعاملش مع مرض القلب ان هو زي دور برد، لا، ده مرض هياثر على حياتي بشكل جامد جدا. فانا المفروض اللي افكر فيه كواحد طبيعي ان انا ازاي احمي نفسي منه. طب انا دلوقتي خدت بالاسباب ولعبت رياضه وقللت واكلت اكل صحي وبعدت عن الحاجات المهدرجه، الكلام ده مال النت. طب بقى في حاجات ابحاث طبيه بتتعمل بشكل دوري، يعني اروح مثلا مكان التامين بتاعي، اعمل رسم قلب، اعمل ايكو، اطمن على الوظائف، اشوف الدهون بتاعتي، اشوف الميدز بتاعي قد ايه، الكلام ده مهم جدا. يعني اعمل تشيك كل فتره طبعا. كل قد ايه مثلا؟ والله ما واحد طبيعي لسه ما يعني ما انول، يعني مثلا مره في السنه مثلا، ماشي، وممكن مره في السنتين، بس على الاقل ان انا اكشف. طب انا طلعت عندي سيمتومز، يعني مثلا واحد بيجي له شيست بين او وجع في صدره مثلا كل فتره، او بالذات مع المجهود، برد المروحه، مش فكره بقى ما هو انت هتقدر تميز ان هو برد المروحه من دكتور. ايوه بالظبط. اصل انت بتيجي تقول ايه، مش كل طبعا وجع في الصدر جلطه، ومش كل برضك وجع في الصدر برد مروحه يعني بالظبط. ونغزه في الصدر تقول لك ده انا عندي المريء وبتاع، ماشي، ما ده نسبته اكبر، بس انت مين فيهم بقى؟ مش هرسك في القلب يعني. بالظبط. انا ما ينفعش العب جلطه بقى يبقى انا غالي بالقلب. تعالى بقى جلطه بقى، نلف ورا بعض نجري بقى. الجلطه برضك تايم ديبندنت، انت لما بيجي لك جلطه انت المفروض بتاخد
يعني اكشن في وقت قصير جدا عشان تحمي. كل دقيقه بتعدي هي مشكله بالنسبه لك، انت ممكن تفقد حياتك في سؤال. الموضوع ده. انا ازاي دلوقتي اعرف ان الشخص اللي قدامي ده عنده غلطه، مش مغمى عليه مثلا، مش عنده غيبوبه سكر، مش عنده كذا؟ يعني مش دلوقتي في واحد في الشارع يعني، في الشارع، في البيت، بابايا احنا مامتي في حاجه اخواتي، عندنا كده خدناها في طب. اعرف ازاي ان ده عنده وانا غلطه؟ في سنه اولى طب كنت في قسم الفسيولوجي، قال مقوله كده مهمه جدا. قال لك any pain injuries in the chest should be respected. اي الم في الصدر لازم يحترم. في حاجه احنا بنقعد نقول مثلا ده بين بوينت، ده فيتس اللي هي على قد الوجع الصدر على قد الايد، وفي حاجه بتبقى نغزه، ده مسمعه مش عارف ايه، ده ماسكولار. الكلام ده كله اللي يقدر يقيمه دكتور. يعني ما تراهنش، عندك وجع في صدرك روح الطوارئ اسم قلب نقيم الوضع. دكتور يقول لك ده ماسكولا، ده بسبب نغزات الم في العظم، ده بسبب الم في القلب، ده بسبب الم في المعده، ده الم في المريء. ماشي. تمام، حاجات كتيره سبب. ممكن يكون التهاب رئوي عادي ممكن يعمل نفس الالم. ايه الحاجه اللي احس بيها او ما احس بيها؟ اجري على الطوارئ. الم في الصدر بالذات لو أياً الالم كان ده إيه؟ مصاحب، لو مش ايا كان، لو الالم ده مصاحب لعرق شديد، هبوط، ملة ترجيع. تمام، طبعا لو الالم ده مصاحبه اغماء او حاجه دي كارثه طبعا. الم متكرر ما بيروحش، انت لازم طوارئ. ما تستهنش وما تقولش انا شاب من بعيد عن الكلام ده. احنا بقينا نشوف ناس عشرينات دلوقتي عادي خالص بيجي لهم ذبحات صدريه وجلطات في المعهد عندنا وكتير. طب بمناسبه السن، وعاوز اقول لك ان جلطه الشاب بتبقى اسوأ بكتير من جلطه الراجل الكبير. ليه؟ ما تفهمش فيها كومبليكيشن كتير، يعني دايما نلاقي الحاله مكلكعه. عشان هو شايف الموضوع عادي وان هو صغير، ما تفهمش، هو بيبقى فيه دلوقتي رتم الحياه السريع مع الضغط العصبي اللي في الشباب فيه، مع السجاير، مع المخدرات، مع الوراثه، مع الاكل اللي مش صحي تماما. انت دلوقتي بص على كم الاكلات اللي هي مش صحيه في السوق. انت كل الفاستنج فود ده كارثه. اي حاجه اكلات سريعه مبنيه على الزيوت والمهدرجه اللي هي اصلا في الاساس كارثه. فطبعا الناس معدلات الجلطات عاليه جدا. طب بما ان بنتكلم عن الجلطات وعن الشباب الصغير، يعني ايه هي الاسباب اللي ممكن تخلي القلب مره واحده يبقى؟ ده اسباب كتيره جدا، يعني اهمها جلطه، اهمها حاجه اسمها اللي هي اريزميا، اللي هي اضطراب في كهربه القلب، يحصل هبوط في الدوره الدمويه زي الجلطه بالظبط. يعني ممكن يبقى حاجه اسمها جلطه رئويه بتعمل حاجه اسمها تشوك، تلاقي الدوره الدمويه وقعت منك. اسباب كتيره يعني، بس اكتر حاجه طبعا والاكثر شيوعا هو الجلطات. وبالمناسبه اكتر سبب للوفاه في العالم دوكيومنتد هو الجلطات. اكتر سبب للوفاه، اكتر حاجه بتخلي الناس تموت جلطات القلب. هل كل مرضى القلب هم مرضى سكر وضغط او العكس ولا لا؟ طيب بص، هو مرضى القلب مش بالضروره لازم يكون مرضى. ممكن يبقى واحد الالتماس الاول مع الطب ان هو مريض قلب، راجل جاي كده بضعف عضله القلب، راجل جاي بجلطه في القلب، هو ما عندوش ضغط وسكر. بس احنا لما مع الملاحظه الطبيه، والكلام ده مش من دلوقتي ده من زمان، اكتشفنا الناس اللي عندهم ضغط وسكر احتماليه حدوث معاهم امراض القلب اكتر. يعني مش بالضروره ان كل مريض سكر يجي له جلطه، بس يكون ممكن نسبه حدوث الجلطه مع مرض السكر عالي جدا، وكذلك الضغط. بس انهي بقى مريض سكر انهي ضغط؟ كل ما تعمل كنترول او تحافظ ان انت تحافظ على السكر بتاعك او تظبط الضغط بتاعك، كل ما هتحس ان الامراض القلب والكلى هتقل والمخ. ما هي الجلطه مش لازم قلب بس، امراض الضغط والسكر دول بيعملوا مشكله في الكلى، يعملوا مشكله في الرمد في العين، يعملوا مشكله في المخ، ممكن جلطات المخ اللي هي تعمل شلل، تعمل مشكله في الغده الدرقيه، ممكن تعمل مشكله في القلب. طبعا ده اكتر الاكثر شيوعا. في عندنا برضك حاجه مهمه جدا، يعني احنا يعني نتكلم فيها، حته العمل. فكره الضغط النفسي، فكره العمل المتواصل دي مشكله كبيره جدا، من اكتر الحاجات اللي بتسبب الوفاه. طب ايه الشغلانات اللي بتؤدي للضغط؟ بص، هو الفكره مش في الشغلانات، الفكره في الضغط العصبي اثناء الشغلانه. يعني انت مثلا قاعد اعمال مكتبيه بالذات والكمبيوتر، في اليابان قال لك اكتر من 48 ساعه ممكن تسبب الوفاه. دي حاجه اسمها متلازمه اسمها كروشي. شغل 48 ساعه متواصل وفاه، دي ممكن سبب كبير جدا لحدوث الوفاه المفاجئه. ففكره ان انت تشتغل 8 ساعات دي في اليوم دي حاجه طبيه، ما ينفعش تزود عن كده طبعا. يعني الكلام ده يعني مش عارف اقولها ازاي، بس هو ده المفروض الطبيا. والمفروض ان اثناء 8 ساعات انك كل ساعه تاخد بريك من 5 ل 10 دقائق، ده طبيا. لانه وجدوا ان الناس اللي بتقعد تشتغل شغل مكتبي زي الاطباء وزي الناس اللي هم بتوع الاي تي والناس نسبه حدوث الجلطات عندهم عاليه جدا بسبب عدم الحركه وبسبب الستريس.
الضغط النفسي والعصبي والاجهاد النفسي اللي بيتحطوا فيه والاكتئاب بيعمل تصلب شرايين بشكل صعب جدا وشكل شديد. فاحنا يعني يقال يعني او دراسات في اليابان بتقول لك ان المفروض الناس تقلل ساعات العمل مش اكتر من 8 ساعات يوميا، واثناء ال8 ساعات يبقى في كل ساعه على الاقل 5 دقائق او 10 دقائق بريك. بعد بقى الضغط والسكر، ازاي بقى زياده الوزن او السمنه بتاثر على القلب؟ طبعا هو زياده السمنه او زياده الوزن يعني دي يعتبر هاي ريسك فاكتور، يعني ده عامل مؤدي لامراض القلب بشكل كبير جدا. ازاي بقى؟ بص، هو عموما الراجل اللي عنده سمنه ده بيبقى عنده سيدنتري كسول، فده بيبقى نسبه تصلب الشرايين عنده بتبقى عاليه مع الوزن مع الاكل اللي هو غير صحي اللي هو بياكله، ده بيؤدي لنسبه حدوث جلطات في الدم اكتر من الطبيعي. فطبيعي انه يحصل عنده جلطات، وممكن تبقى جلطه مش في القلب، تبدا بجلطه ورديه تعمل جلطه رئويه، ويبقى عنده مشكله في الشريان الاورطي، يبقى عنده مشكله في شرايين المخ، تمام، الشريان السباتي يمين وشمال، عندك شرايين القلب. الناس دي بتبقى اكثر عرضه طبعا من طب انا في حاجه انا فاهمها معرفش ده صح ولا غلط، ان مثلا انا واحد مثلا عندي 200 كيلو، فقلبي محتاج يعمل مجهود اكتر عشان يوصل الدم للوزن ده كله. ده شكل نظري، يعني هو الجزء ده يعني هو بيبقى بشكل فده مجهود زياده على القلب، ده صح ده ولا غلط؟ مجهود بس مش مجهود الزياده الفكر اللي بالنسبه هو المشكله كلها في قله المجهود. يعني المشكله في السمنه ايه؟ ان هو قليل الجهد اصلا، ما بيعملش رياضه، ده راجل قاعد، فطبيعه نسبه حدوث الجلطات عنده عاليه. السمنه بيبقى معاها اكثر ارتباط، اكثر امراض مرتبطه بالسمنه ايه؟ الضغط والسكر. فانت كده زودت العوامل الحفازه. احنا عندنا حاجه اسمها موربيد اوبيستي اللي هو الاندكس بتاعه اكتر من 35، بادي ماس اندكس بتاعه ده بنسبه حدوث الجلطات عنده اعلى من الطبيعي مثلا ب 5-6%. فده طبعا يعني هيزود، يبقى ضغط وسكر وسمنه ولو شويه سجاير يبقى تمام. وطبعا هيبقى عنده دهون الدم عاليه جدا. انت فاهمني؟ عشان كده دايما الرياضه، انت عارف اكتر حاجه ممكن تحمي القلب ايه؟ هي الصحه النفسيه والبدنيه. الرياضه دي تحسن لك المود وتحسن لك وتقلل الاكتئاب وتظبط القلب وتظبط الضغط وتظبط السكر وتحسن نسبه التحسس الانسولين عندك. دي حاجه اسمها مقاومه الانسولين تحسنها. تحسن الاوعيه الدمويه الطرفيه، ما يحصلكش تشنج في عضلاتك ولا تصلب في الشرايين الطرفيه. الناس اللي بيجي لها حاجه اسمها اكيوت لمبسكيميا او اللي هو بيجي له جلطات في الرجل والطول البتر عندهم قليله جدا. الرياضه هو حل سحري لمعظم امراض الجسم. اسهل رياضه بالنسبه للناس المشي له هنا اسس. يقول لك ان انت تمشي 35 دقيقه في اليوم، مشي بمد، يعني تمشي بهروله بدون توقف 5 ايام في الاسبوع. لو عملت الحكايه دي بيقول لك ان نسبه تحسن الوظائف القلب بتتحسن جدا، السكر بتتحسن جدا، الحاله النفسيه. احنا عندنا هرمون اسمه الاندوروفين ده الهيروين الطبيعي اللي ربنا بيفرزه في جسمنا. انت عارف الناس اللي بتشرب مخدرات والكلام ده عشان توصل لحاله مزاجيه مستقره ومش عارف ايه، لا انت عندك الهيروين ده طبيعي في جسمك اسمه اندوروفين بيفرز مع الرياضه. فانت الناس اللي رياضيين تلاقي اعصابهم هاديه جدا عن الناس الطبيعيه، ليه؟ نتيجه للهرمون ده. فانت هتحسن الحاله النفسيه. ده غير ان الرياضه اصلا بتعزز يعني الثبات النفسي والطاقه الروحيه بشكل عالي جدا. فالناس اللي بتلعب رياضه تلاقي عندها هي مبسوطه، هو عنده احساس بالسعاده نتيجه للاندروفين، نتيجه كمان ان هو عمل ربنا خلقك تنشط مش تنام. الناس اللي بتنام فترات طويله دي بيجي لها اكتئاب. ويعني اربط من كلامك ان الواحد لو بيروح الجيم بعيدا عن بقى بين العضلات او نزل دهون او كده بيبقى مبسوط جدا، بيطلع طاقه سلبيه. ما هو فكره الاندروفين اللي بيطلع ده او بينشط الدوره الدمويه، كل جسمك بيتنشط. فالرياضه الافضل طبعا زي ما قلت لك الرياضه دي المشي، زي ما قلت لك ان هو يبقى 5 ايام في الاسبوع 35 دقيقه مشي بهروله. برضك نصيحه كده يعني دي شخصيه، ان الناس تجيب كوتش طبي محترم براند كويس بحيث ان هو ما يجروش، لان احنا معظم الناس بتمشي على الاسفلت، ده بيسبب خشونه في المفاصل. تمام، لا انت ابدا انك تمشي على مكان رمل نجيله، وتبقى لابس كوتش طبي عشان يمتص الضربات، بحيث ان انت تحافظ برضك على المفاصل. ما انت مش اول ما تبدا مع القلب بوظ المفاصل، ما انت مش تمشي برضه هيجي لك الم، مش هتمشي، هي سيركل. طب ازاي القلب عموما بيشتغل؟ بص، هو القلب يعني ببساطه شديده جدا هو شغال حاجتين. حاجه كل الناس عارفاها وحاجه الناس مش عارفاها خالص. هو شغال مضخ بيضخ الدم، وشغال وظيفه ثانيه يشفط الدم. احنا عندنا حاجه اسمها ضعف انقباضي وضعف انبساطي. الناس عارفه الانقباضي وده الاهم وده الاكثر شيء وده المهم وده اللي بيضخ الدم، ده المكنه. برضك في جزء من القلب اسمه ضعف انبساطي، يعني القلب مش قادر يشفط الدم، مش خلي بالك القلب بيبذل مجهود. هو لما يضخ دم، لما بيقفل بيضخ الدم ده لازم يمشي بسرعه معينه وبقوه معينه وبضغط معين، بحيث ان هو يغذي
الانسجه بتاعه الجسم كلها. الدم ده يعتبر الشيال اللي بيشيل الاكسجين والطاقه والغذاء يوصلهم للانسجه، وفي نفس الوقت الانسجه دي بتاخد الحاجات دي وتطلع عن طريق حاجه اسمها الكابيلاريز او الشعيرات الدمويه، ترجع في حاجه اسمها الاورده. مش اي مجال. الاورده دي بتيجي بالباسيف اصلا، انت الضخ ده بيزق لغايه ما يوصل للدم. شفط الدم بيساعد الانسجه انها تتخلص من السموم اكتر من لو هي من غير شفط. عشان كده دايما الناس اللي عندهم ضعف انبساط في عضله القلب تلاقي عندهم ورم في الرجل احيانا، ضيق في التنفس، اجهاد عضلي مزمن، لان هو السموم فيها نسبه التراكم بتاعتها اعلى في الانسجه من الغير الطبيعي. يعني القلب ما بيفلترش ملوش علاقه، القلب ما بيفلترش، اللي بيفلتر عندك الرئه وعندك الكبد وعندك الكلى، انما القلب هو اللي بيدور الدم، يضخ الدم في الانسجه ويشد الدم من الانسجه. ده الموتور اللي بيخلي الدم يمشي. الدم ما ينفعش يقف، الدم لو وقف يتجلط في ساعتها، وده من رحمه ربنا بينا عشان التعوير والكلام من ده. لازم يبقى فيه هوموستيزيس، يحصل توقف في الدم مع مش الصفائح الدمويه، هي فكره التجلط. ماشي تمام. الدم لو تجلط في الانسجه يموت، يقف يتجلط، قصدي لو وقف في الانسجه يتجلط على طول، ما ينفعش يقف. القلب بيحافظ على ضخ الدم بشكل ومعدل ثابت. تمام. ده فكره بسيطه جدا اللي هو القلب. احنا بنقول ان هو مضخه وشفاط، بيضخ الدم وبيشفط. عندنا الجزء الايمن من القلب بيشفط الدم. طب بمناسبه كلامك ده ان القلب بيضخ وبيشفط الدم وكده، مين بقى اللي بيتحكم في المشاعر، القلب ولا المخ؟ بص، هو في الطبيعي ان المخ هو يدرك المشاعر، يدرك الحزن والفرح ويؤثر على القلب. يعني المخ هو اللي بيأثر على القلب. يعني مثلا اثناء الفرحه او اثناء الخوف ضربات القلب بتزيد، تمام. اثناء الهدوء والسكينه ضربات القلب بتقل. فالمخ مدرك للمشاعر وبالتالي بيأثر على القلب. طب انت بتقول انا بحس بالقلب ليه؟ لما اكون مبسوط او زعلان بحس ان القلب مقبوض احيانا، واحس ان القلب طاير من الفرح والكلام من ده. هو سبحان الله، هو يعني احنا اخر العلم توصل له ان في علاقه، ان القلب ذات التشغيل ملوش، يعني القلب العضو الوحيد في الجسم بيشتغل لوحده، مش محتاج المخ. يعني انا مثلا عاوز احرك دراعي فبفكر ان احرك دراعي، القلب ما بعرفش اعمل كده في القلب. القلب ما ينفعش يشتغل او ما تشتغلش، ما بيشتغلش، بس ممكن يزيد ويتأثر بما يدركه المخ. يعني انت دلوقتي شفت منظر مخيف عن طريق العين، والعين ترجمته للمخ ان دي فيه خطر. الخطر المخ هنا بيقول للقلب انا عندي خطر، فيأثر على ضربات القلب وشغله. انما هو مش القلب اللي بيشوف ولا هو اللي يشعر، المخ الذي يشعر. تمام. فالمخ يدرك ويؤثر. يعني ده يربط مثلا لما حد بيزعل فيتضايق فمخه يفلتر يبعت للقلب. ايوه، انت عندك نتيجه، وممكن الموت اللي بيحصل نتيجه للزعل المفرط. ادراك المخ للشيء اكثر من اللازم يؤثر على القلب، والوسواس القهري بيؤثر على القلب، الحاله النفسيه احنا لسه بنقول بيؤثر على القلب. الحاله النفسيه دي ادراكها عن طريق ايه؟ المخ. ادراك الشيء وترجمته عن طريق القلب. يعني انت، هو المخ ده مدرك، يدرك الشيء، يدرك ان ده لون ابيض وده لون اصفر وده لون احمر. انما الترجمه بتاعتها تاثيراته على الجسم بقى في الدراع وفي العين وفي البق وفي القلب. القلب جزء بس جزء مهم طبعا على يعني وضعه جزء. طب احنا عندنا بنقول القلب ذات التشغيل. ذات التشغيل ده يعني لا يتاثر ذات التشغيل ده يعني لا يتاثر بالمخ او لا يحتاج المخ للتشغيل. واحنا عندنا دينامو خاص في القلب. القلب نفسه عنده دينامو مولد كهرباء جواه. كل انسجه الجسم بتعتمد ان المولد الكهرباء بتاعها في المخ، الا القلب عنده دينامو بتاعه اس اي نود والاي في نود. وسبحان الله ربنا عامل لك ايه؟ محطه اولى ومحول احتياطي منتج، دينامو احتياطي ودينامو احتياطي ودينامو احتياطي ودينامو كذا عشان تحافظ، لان هو ده ما ينفعش يرتبط بحاجه تانية. هو نفسه ما ينفعش يبقى المخ نفسه يتاثر بيه فيحصل مش عارف ايه يقف. ده يربط مثلا لو واحد عنده مشكله في المخ مثلا في عند الموتو كلينيكي، انما قلبه شغال عادي. بالظبط كده. الموتو كلينيكي يبقى المخ ميت ومش موجود والقلب شغال، فالمخ يدرك والقلب يتاثر. طب زي ما حضرتك قلت كده ان القلب بيفلتر للمخ بيفهمه او بيتاثر عليه. انا دلوقتي واحد حبيت انقل القلب من شخص تاني توفي مثلا، هل مشاعر ممكن تجيلي؟ الموضوع ده على فكره فيه ابحاث جامده جدا. هل زي مثلا ايه، زي هو عملوها في مدلع قلب امه؟ ايوه بالظبط. لا الحوار ده بص، هو في اقاويل، وانا وجهه نظري لما قريت الابحاث لقيت ان في تاثيرات من المرضى اللي بيتكلموا. يعني المريض هو احنا بنعتمد على احساس المريض. ماشي. فالمريض يقول لك انا حاسس باحاسيس كان غيري، اللي هو اكن انا الشخص اللي فات. بس هو علميا احنا مش عارفين نفسرها. المفروض المخ هو المدرك وليس القلب. بس بيقولوا ان في احيانا القلب اللي هو المضاف للمضيف، يعني القلب اللي منقول من الشخص لشخص تاني بينتقل بمشاعره.
الكلام ده يقال. وبعض المرضى اللي اتنقل لهم اتعمل لهم عمليه نقل قلب قالوا كده، ان احنا بنشعر بكذا وبنأكده كذا ويتاكد كذا ويزود كذا، زي المريض اللي هو المتوفي اللي نقلوا منه القلب. انما هو علميا لا، مش مثبت. احنا عندنا المدرك هو المخ وليس القلب. عوامل الادراك او حواس الادراك اللي احنا بنستعمد عليها، اللي هي حاسه الشم والتذوق والنظر والسمع واللمس، كلها متاثره بالمخ. اما الحاسه السادسه دي لسه ما فيش لها اثباتات علميه. في بعض الابحاث بتقول ان لا، في وليه اثباتات ومش عارف ايه، بس الكلام ده لغايه اللحظه دي ما اعتمدش. ازاي بقى واحد ممكن يعيش بقلب صناعي؟ بص، احنا حضرتك في حاجه اسمها ليفت فنتريكل اسيست ديفايس، او اللي هو الحاجات اللي هي المكنه صناعي او ما قلب صناعي يقوم بعمل البطين الايسر او البطين الايمن او الاثنين معا. يعني في حاجه كده احنا بنستبدل القلب، عمل القلب بمضخه، حاجه بتشتغل مضخه تضخ الدم بتدور في اهلها. هي في حاجه اسمها بالستايل في سنترفيجيشن، قصه كتير، انواع كتيره وقصص كتيره في الموضوع ده، ان احنا بنجيب فكره الضخ والشفط. انا كل القصه في القلب اللي هي الوظيفه انا قلت لك ايه، هو ضخ الدم وتدوير الدم. احنا عاوزين الدم يمشي بسرعه معينه جوه الاوعيه الدمويه وبضغط معين عشان يوصل الانسجه، يغذيها وينقلها الاكسجين ويسحب منها السموم وثاني اكسيد الكربون. ده مهمه القلب. انت بتستبدله بمكنه صناعي. المكن ده انواع، في حاجات بتؤثر على الجانب الايمن، يعني بتقوم بوظيفه الجانب الايمن وفي من القلب، وفي حاجات بتقوم بوظيفه الجانب الايسر، وفي حاجات بتقوم في الاثنين. تمام. وهي ناجحه. طب هو بقى لها تجارب كويسه عادي جدا. ممكن يكمل حياته وبيت حياته كده عادي؟ بس طبعا مع احتياطات. طبعا هو ما بيبقاش انسان طبيعي. أيوه. هو بيبقى في احتياطات وفي ادويه بيبقى ماشي عليها ومشاكل من العدوى ومشاكل من المضادات الحيويه لازم ممكن جسمه ما يقبلش المكنه دي او لا. هو فكره المكنه حاجه ونقل القلب حاجه ثانيه. ان نقل القلب انت بتنقل جرافت، فممكن المناعه بتاعت الجسم تهاجمه، فبناخد ادويه مثبطه للمناعه وقصه ثانيه. انما احنا بنتكلم على القلب الصناعي، المضخه الصناعيه للقلب. ده جسم ممكن ما يهاجموش عادي. عادي. ده مكنه بتبقى بره، وبتبقى انت بتوصل الشرايين الرئيسيه بتاعت اللي هي طالعه من القلب دي، بتوصلها بخراطيم دم او الانابيب دي بتسحب الدم من الاماكن اللي هي بتجيب الدم للقلب وتضخها في الاماكن. هو كبير ولا حجمه قد ده؟ والله كانت اكبر، كانت كده وبقت صغيره، يعني هي احجامها متفاوته، بس دلوقتي بقى يعني زي شنطه صغيره تبقى على الظهر كده وطالع منها خراطيم. والله ده الموضوع بسيط. ده بيمشي بيه وعادي يعني، بيعيش بيه، بس مش انسان 100% طبيعي. بس طبعا يعني بالنسبه للمرض اللي كان هو فيه هو افضل بكتير. يعني انا هقول لحضرتك حاله جات لي هنا في الطب، شاب بالنسبه يعني امراض القلب. ليه بقول لك اي حد معرض ليها؟ كنت انا في العياده وجالي شاب عنده 19 سنه، عنده دور برد عادي خالص. لقيت ان هو عنده في مشكله في القلب، في سمع كده وانا حاطط سماعه عليه، لقيت ان ضربات قلب مش منتظمه، وفي حاجه اسمها سيجالو، دي حاجه بنسمعها كده لما يكون في ضعف في عضله القلب. رسم قلبي فيه مشكله كبيره. الايكو طلعت كفاءه عضله القلب 19% او من 19 ل 20%. ده في انهيار في وظائف القلب. ده عنده 19 سنه او 20 سنه. ده لما يوصل 25 30 كل ما يكبر الضعف ده هيزيد طبيعي، فده حياته هتتدمر، مش عارف يمارس حياته الطبيعيه، ممكن يوصل معاه لحد الوفاه. طب احنا بنستبدله. احنا طبعا في ادويه دلوقتي كويسه جدا بتقوي عضله القلب وبتنشطها وبتاع، وجايبه نتائج هايله، هي ادويه سكر وحاجات كتيره، ابحاث كتيره، يعني عشان ما نخشش في سوفسطايه الطب. بس ده واحد احتماليه ان هو يحتاج مكنه زي دي عاليه جدا، لانه سنه صغير والعضله القلب ضعفت في وقت بدري، فده هيبقى محتاج مضخه قلب صناعي اكيد في يوم من الايام. هل الناس اللي عندها امراض الضغط ان كان عالي او واطي ده بقى بيأثر بشكل عالي على القلب ولا؟ بص، هو دايما كلمه الضغط تعني ضغط الدم المرتفع، في الضغط الشرياني للدم المرتفع. الضغط المنخفض ده قصه يعني ايه، فيها ديبيت شويه، وفيها يعني ايه كلام كتير رايح وجاي. انما نتكلم ضغط يعني الضغط، يعني انا اسالك سؤال، انت عندك ضغط، يعني اعني مجازا ضغط مرتفع. هو الضغط المرتفع ده ايه؟ انهي اخطر على القلب؟ هو الاكثر شيوعا والاخطر طبعا الضغط المرتفع، بس الضغط المنخفض ده قليل وممكن يتعالج. بس في طبعا انواع من انواع الضغط المنخفض دي ملهاش علاج، لانها بتبقى مرتبطه مثلا بضعف عضله القلب. عنده حاجه اسمها بوشر هايبرتنشن، يعني هو اصلا عنده الاوعيه الدمويه بتبقى واسعه شويه فالضغط بيهبط. في حاجه بتبقى في الاعصاب ما بتخليش الاوعيه الدمويه تضيق عشان تخلي الضغط اقوى. خلينا في الضغط المرتفع. الضغط المرتفع ده قصه كبيره جدا. ناس عندها احساس ان هي عندها ضغط وهي ما عندهاش ضغط، وناس عندها الضغط ومش عاوزه تعترف ان هي عندها ضغط،
وعلاج الضغط يقول لك انا مش عاوز اتعود عليه، اصل هو بيتعود عليه ايه؟ انا مش فاهم. انا اقول لحضرتك حاجه عن الضغط. الضغط ده من اكتر الاسباب للوفاه نتيجه للجلطات. اكتر اسباب من اهم الاسباب في جلطات المخ، في جلطات العين، في الفشل الكلوي. انا مش عاوز اقول لك ان اكتر من 50 ل 60% من مرضى الفشل الكلوي نتيجه ان هم ما كانوش بياخدوا، كان عندهم ضغط ما بياخدوش علاج. تخيل، بيغسل كلى بسبب ما كانش عاوز ياخد حبايه الضغط. نكون متفقين ان اي حد عنده ضغط بياخد الدواء مدى الحياه بنسبه كبيره، لغايه ما ممكن في ناس الضغط ما يبقاش مظبوط. في ناس بيكون الضغط بتاعها مثلا، هو الضغط بتاعه مثلا 140 100 وما عندوش ضغط، ده صح ولا غلط؟ ما انا هقول لك انا اهو. احنا دلوقتي الضغط ده يقيم ازاي؟ بالقياس. ما تقعدش تقول اصل الضغط ملوش اعراض. يعني فكر اسمه سايلنت كيلر، القاتل الصامت. نادر ما يكون له اعراض. يعني انت مثلا تيجي تقول انا عندي ضغط، اصل انا بعرف الضغط بالصداع. لا، انت ممكن يبقى ضغطك 200 على 120 وانت مش عندك صداع. كتير من الناس كده، شويه اجهاد وشويه هزلان وخلاص. الصداع ملوش علاقه بالضغط. طب انا هقول لك مفاجاه بقى، الصداع اصلا هو اللي بيعلي الضغط. يعني انت مثلا مصدع، تيجي تقيس الضغط طبيعي يبقى عالي لانك انت متضايق ان ضغطك عالي. مش الضغط اللي جاب لك صداع، مش الضغط اللي جاب لك صداع، لا، الصداع هو اللي جاب لك الضغط. ايوه تمام. انت عارف ان في قاعده كده احنا اتعلمناها في طب، بيقول لك كومبليت منتال اند فيزيكال ريست. لما تقيس الضغط لازم تكون مستقر ذهنيا وعاطفيا وبدنيا. يعني ما تبقاش متضايق ومش متخانق ومش عامل مجهود، لان الطبيعي من رحمه ربنا بيك انت لما تيجي تطلع سلم لازم ضغطك يعلى عشان يغذي الانسجه ويصغر ويقوي بحيث انك تبذل مجهود. لما تيجي تنام لازم ضغطك يهدى ويقل خالص عشان يريح الجسم ويريح القلب ويريح الانسجه. انت فاهمني؟ فكره ان انا اقيس الضغط في اي وضع ده لا. في حاجه اسمها دلوقتي طلعت اسمها اوفيس بلاد بريشر، اللي هو تقيس الضغط المكتبي اثناء العمل. برضك انك لازم تقعد، ما تقولش انت بتجري وتقول لي قيس الضغط، لانك انت وانت بتجري ضغطك لازم يبقى عالي. هو طبيعي انه يبقى عالي. طيب انا مثلا تيجي تقول لي اصل في انا واحد مثلا دلوقتي احنا اثبتنا ان انت عندك ضغط. لما اجي اقول لك خد برشامه الضغط، انا مش عاوز اقول لك بلاقي مقاومه عنيفه جدا للناس اللي مش عاوزه الضغط، اللي هي نيولي دايجنوز دي، اللي هي لسه متشخصه جديد. مقاومه رهيبه في اخذان العلاج، ويقعد ياخد مش عارف ايه وبنته ايه، يقول لك ديل العرسه ما اعرفش ايه وكلام غريب. ايه؟ لا انا شفت حاجات غريبه. يقول لك ديل العرسه ده بيعالج الضغط. مش عارف كم واحد بدوي قالها لي مره. والله يجي هنا يقول لك مش عارف ايه، واجيب مش عارف ايه مش عارف ايه من الجبل نغليه ونشربه عشان يعالج الضغط. الكلام ده طبعا كله هكس. انت يا حبيبي بتاخد برشامه في اليوم، البرشامه دي مثلا وليكن 10 مللي. انت عارف يعني ايه مللي؟ مللي جرام. سنتي 10. لا، مللي جرام. الجرام بتقسمه 1000 جزء وتاخد منه 10 اجزاء. ماشي. طب ما البرشامه دي اكبر من جرام، ما هي دي الماده المالئه. شويه نشا، رز مجروش، نشا حاطين فيه 10 مللي. دي نقطه لا ترى بالعين المجرده. قلت لك خد، انا جبت لك الكوم الاعشاب اللي انت عاوز تاخده وتغليه وتشربه ده، طلعت لك منه الماده الفعاله وحطيتها لك في برشامه وقلت لك خدها كل يوم. دي مش حاجه. طب قول لي بقى انا لو خدت دي اللي هيحصل لي؟ اولا انت مش هيجي لك ضعف جنسي، مش هيجي لك احتمال جلطات المخ والقلب هيقل خالص. ده بالنسبه لمرضى الضغط. مرضى الضغط اللي ما ياخدوش علاج، اثناء بلاقي مقاومه شديده جدا من مش عاوز ياخد علاج الضغط، مع ان هو تشخيصه خلاص انت تشخصت ان انت كل علامات الضغط المرتفع موجوده عندك. ماشي. طب تقول لي امتى اخد علاج؟ لا دي مالكش فيها، ده دكتور. ليه بقى؟ انا اقول لك. ما هو ده دكتور. ليه بقى؟ لان هي اولا انديفيدوالايزد، يعني مش كل الناس لها كاتيجوري. انا بتعامل مع انت عندك سكر، عندك سمنه، تشرب سجاير، في دهون، في اعراض في الرسم القلب والايكو ظاهره، مفيش خلاص. انت يعني اصل احنا عندنا في حاجه اسمها امريكان جايد لاينز وفي اوروبيان جايد لاينز وفي ايجيبشن جايد لاينز. انت عارف ان في مصر حطوا حاجه اسمها الايكونوميك فاكتور، اللي هو العامل الاقتصادي. احنا وصلنا في مصر نقول لك لو ضغطه 160 على 90 ما ياخدش علاج، بس بالامريكان يقول لك 130 على 90 ياخد علاج، في الاوروبيه 140 على 90. طب هم بيقيموا على ايه؟ كل حاجه بيبقى لهم عوامل في التقييم. بس فكره ان انا بديك علاج ضغط لو لقيته مرتبط بمشاكل، لقيت وظيفه الكلى عندك بتاعه، لقيت ان القلب متاثر في تضخم في عضله القلب، لقيت ان انت عندك حاجه اسمها بيجي لك اعراض اثناء النوم، تشيست بين، وحاجه اسمها بروكسيزم نوكتورنال ديزنيا اللي هو يجي له ضيق في التنفس بالليل. تمام. يجي يقوم على فزع مش عارف ياخد نفسه، ممكن يكون هو عنده ضغطه بيعلى جامد بالليل. طب انا حاجه حصلت معايا النهارده، انا والدتي خدت البنادول الاسود ده وده صداع مش عارف نحمر. المهم يعني رفع ضربات القلب جامد. ما عشان في كافيين. انت عندك البنادول اكسترا ده عباره عن ايه؟ باراستامول
وكافيين، في فنجانين قهوه بتزود ضربات القلب، فانت لما تاخدها ضغطك هيعلى وضربات قلبك هتزيد. حلو جدا. بمناسبه القهوه بقى، بالنسبه لواحد بيشرب 5 6 7 8 9 لا ده غلط طبعا. يعني القهوه مفيده في القلب في حدود يعني فنجان 2، مش 10 فناجين. اقصى حاجه فنجان 2. طبعا 3. والشاي؟ ما هو القهوه هي القهوه الشاي، مش 3 فنجان قهوه و5 فنجان يعني شاي. القهوه والشاي والبيبسي. ايوه دي حاجات طبعا. البيبسي ده كارثه، ابعد عنه. البيبسي ده فيه ماده اصلا بتعمل هشاشه عظام عنيفه، بتعمل قرحه معده. ده طبعا البيبسي وكل المياه الغازيه. كل المياه الغازيه. انا اقصد كلمه بيبسي يعني بقى كل المياه الغازيه. انما القهوه مفيده للقلب بس في حدود. الشاي مفيد على فكره للقلب بس في حدود برضه. فكره ان هي ايه، لا افراط ولا تفريط، الجزء البسيط السهل. يعني انت كل الاكل كله، يعني انا مثلا واحد مريض سكر يقول لك انا هحرم نفسي من النشويات ومن السكريات ومش عارف من ايه، ما غلط. ما انت شهر واحد هترجع بفجعه. احترم النفس البشريه. اتعامل مع الانسان ده او نفسك ان هي لها حقوق، احترمها. انت تعمل اسمها موديفيكيشن مش بريفنشن. موديفيكيشن اللي هو انا اظبط اكل اصلا، انما ايه مش بريفنشن، مش همنع ما ينفعش. في فرق ما بين الموديفيكيشن وما بين البريفنشن. انت الموديفيكيشن انا مثلا كنت باكل كل يوم نص صينيه بسبوسه وبضرب لي مش عارف ايه بيتزا ومش عارف ايه مكرونه، لا انا هاكل مثلا جزء من نشويات قد كذا وجزء بروتين قد كذا وجزء الياف قد كذا. الحاجات دي تفرق. الاتزان، الوجبه المتزنه هتفرق معاك في كل شيء، في القلب والسكر والضغط والكلى والبنيه بتاعتك والشكل بتاعك. فكره التغذيه دي مهمه جدا على فكره. واحنا عندنا مشكله في مصر في التغذيه رهيبه. احنا عندنا عادات سيئه جدا. انا من الصغير عبي معاك، خلي الواد ياكل عشان الواد يخس. على فكره الواد ده كارثه. انا عاوز اقول لك ان سبب السمنه بتظهر من سن 2 ل 10 سنين، يعني 10 سنين. تخيل. هذا انا عارف. يعني انت لو حضرتك دلوقتي الواد، انت في ناس يقول لك مهما ياكل ما يبانش عليه، وفي واحد لو شرب ميه يدخن. انت عارف المشكله جايه منين؟ من 2 ل 10 سنين. الواد الام تجيب الواد عاوزه تقارنها بابن جارتها، عاوزه الواد يبقى مزفلط ومزقلط، تقعد تدك في امه زبادي وبسكوت وما اعرفش ايه، تدك. الواد يطلع عنده الخلايا الدهنيه كتير جدا. مجرد ما يعمل عنده جيوب. الخلايا الدهنيه دي عباره عن جيوب هي جراب للدهن. انت حضرتك مجرد ياخد زياده بيخزن بس خلاص هو عنده اماكن تخزينيه رهيبه. في واحد تاني هو الواد كان وهو صغير ما بياكلش او اهله مش مهتمين بيه او ايا كان اهله فاهمينه وبياكل تغذيه مظبوطه، مهما ياكل ما خلاص الزياده ما فيش اماكن تخزينيه بيقول. فدي مهمه جدا فكره التغذيه دي. احنا عندنا عادات التغذيه في مصر مرعبه اصلا. هل السن له عامل في امراض القلب؟ او مثلا من امتى ابدا اروح اكشف واشوف الدكتور يقول لي ايه؟ او طيب انت عاوز تقول ارتباط السن بالقلب امتى اروح للدكتور مثلا؟ احنا عندنا يا باشا من دي 1، من اول ما الطفل يتولد دكتور قلب في حياتك. احنا عندنا حاجه اسمها تقييم الطفل بعد الولاده. في عندنا حاجه اسمها الامراض الخلقيه، دي في حاجات بتظهر من عمر يوم، وفي اسبوع وفي شهرين وفي سنتين وفي 3 سنين وفي 10 سنين. حاجات اسمها العيوب الخلقيه. اكتر سبب يخلينا نروح لدكتور القلب ايه؟ ضيق النفس والزرقان. زرقان في الوش؟ الطفل بأزرق صوابعه لسانه في بيحصل فيه زرقان، حاجه اسمها سينوزس. تلاقي اطرافه زرقاء، شفايفه زرقاء، رجله بتزرق، لسانه بيزرق. ده على طول دكتور قلب. لان عشان ناكد ان الراجل الطفل ده ما عندوش عيوب خلقيه في القلب، ودي كتيره جدا. تمام ومنتشره. طيب في عندنا سن تاني من سن مثلا ايه، من 5 ل 15 سنه بيظهر حاجه اسمها روماتيك فيفر، او اللي هي الحمى الروماتيزميه، اللي هي بتيجي نتيجه لللوز. تلاقي الواد جاله اللوز مرتين 3 هوبا ظهرت ركبه بتورم، رجله اليمين تورم، رجله الشمال تورم شويه، يشتكي من مفاصله، يطلع له بقع في ظهره، وتلاقي كده حاجات زي البقع تطلع له كده تحت الجلد. لا مش قرح، نديولز كده، اللي هي زي مثلا نقدر نقول حاجه زي العقده كده تحت الجلد، تبقى حاجه صغيره كده زي حبايه الترمس كده والحمصايه، بتوجعه وتختفي. يجي حاجه اسمها المشي. وطبعا في تحاليل بتعلى زي الاي اس ار والاي اس او تي والحاجات كده يعني. دي اللي هي الحمى الروماتيزميه. طب ايه علاقه الحمى الروماتيزميه بالقلب؟ بتعمل حاجه اسمها روماتيك هارت، اللي هو امراض القلب الروماتيزميه. ودي حاجه كتيره جدا جدا جدا، واللي هي سبب رئيسي من عمليات القلب المفتوح في مصر. الواد يجي له اللوز، يجي له الحمى الروماتيزميه، المفروض انه يتوصف له البنسلين، ما توصفلوش. الواد يخش في ايه؟ في روماتيزم في القلب. بتلاقي الصمامات بتاعته تضيق، الصمام الميترالي، الصمام الاورطي، الثلاثي، ايا كان. بس طبعا ده لوز يعني. اللوز تجيب مشاكل في القلب. قلب مفتوح، قلب مفتوح بالنسبه لي موضوع يعني اللوز. وايه قلب مفتوح على سن كام؟ مثلا 19 20 سنه.
شويه مضاد حيوي بتروح. هي بنسلين طويل المفعول ناخده. طب الطفل ده المفروض ان انا ما الاقي طفل بيجي له لوز، المفروض اروح اكشف قلب، اقيم القلب، اشوف الصمامات بتاعته. دي معلومه خطيره يعني. ايوه طبعا، احنا عندنا عاوز اقول لك أصل ان قسم اللوز القلب في لو معهد القلب مفيش حد يعرف ان اللوز هتجيب لي قلب. معلومه ده اساسي. المفروض ان حتى دكتور الاطفال لما يشك في الواد ده جاله لوز كتير وبدا ينهج، روح لدكتور قلب على طول، احسن في حاجه اسمها التهاب في عضله القلب، وده عرض وحش جدا، يحصل ضعف في عضله القلب كبير. انت فاهمني؟ وانك انت تلحقه في الاول دي مهمه. طبعا القلب عضو مهم جدا 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 فوق ما تتخيل، اهم عضو في الجسم. اهم عضو في الجسم. ده في سن اللي هو ال 15 20 سنه. نيجي بعد كده من سن 20 ل 30 اللي هي امراض قصور الشرايين، اللي هي امراض اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده زي الجلطات وتصلب الشرايين والذبحه الصدريه والرفرفه الاذينيه. احنا عندنا بالمناسبه سن من 15 ل 25 في الستات احنا عندنا حاجه اسمها اختلال في قناه القلب، كومن جدا في السن ده. يجي تلاقي رفرفه اذينيه وحاجه اسمها رفرفه اذينيه وضربات فوق اذينيه وضربات فوق بطينيه وقصه. الفكره دي اللي هي لخبطه في ضربات القلب، اختلال في القلب. والله هي اسباب نفسيه واسباب الغده الدرقيه واسباب الروماتيزم نفسه، اسباب تغذيه، اعضاء تانية. فكره اللي هي الروماتيزم اختلال كهربه القلب. طب اكتر حاجه ممكن ترتبط باختلال كهربه القلب ايه؟ الاغماء. بنت بيجي لها اغماء كتير لازم تفحص قلب، لازم تفحص قلب. واحده بيجي لها هبوط ودوخه طول الوقت وضربات قلبها سريعه لازم تفحص قلب. احنا عندنا حاجه اسمها ضعف عضله القلب نتيجه للتسارع في ضربات القلب. يبقى ضربات القلب عند الست دي سريعه وهي مش واخده بالها، تقول لك انا بحس ضربات قلبي سريعه. انت عارفه ان انت كده عمر القلب بيتقسم على 2؟ يعني مثلا عمر القلب المفروض ان انت القلب الطبيعي مثلا ينبض مثلا 100,000 نبضه في العمر مثلا، يعني ده رقم مجازي. انت خليت ال 100,000 ديت بدل ما يتضربوا في 10 سنين اتضربوا في 5 سنين. هو ليه مثلا عدد ضربات المفروض تضربها في عمرك مثلا بيضرب بسرعه فقلل العمر طبعا، لان ده انت مكنه. تخيل كده انت عندك عربيه الار بي ام بتاعها عالي، عمر الموتور بيبقى عامل ازاي؟ هي بالظبط اعتبرها هي كده. فانت لازم تهدي ضربات القلب، لان ضربات القلب بتضعف عضله القلب. يعني ضربات القلب المستنزفه على الفاضي، يعني واحده نايمه وضربه قلبها 130 140 ودي مصيبه على القلب. المفروض القلب يريح كده ما يحتوش. طب انا في حد من صحابي عنده مشكله في الصمام والدكتور قال له ان انت ممكن يحتاج ان هو يعمل عمليه، هل العمليه دي خطيره؟ او نسبه نجاحها قد ايه؟ لا هي نجاحها عالي واحنا متقدمين يعني جدا بعد التطور ده نسبه نجاح. ودلوقتي هل هي مشكله الصمام عنده؟ احنا دلوقتي بقى عندنا في مصر متقدمين جدا في حاجه اسمها ستراكشر هارت ديزيز زي الصمامات. كان زمان اي حد عنده مشكله في الصمام لازم قلب مفتوح. دلوقتي احنا عندنا الصمام الارتجاع في الصمام الميترالي والصمام الاورطي بقينا نشتغل عليهم بالقسطره. يعني عين بيقعد في المستشفى يوم من غير ما نفتح له صدر ومن غير اي حاجه ونتائج هايله، زي حاجه اسمها ماترال كليب، وفي عندنا حاجه اسمها التافي بنغير الصمام الاورطي عن طريق القسطره. تمام، اللي هو الدي. بس هي بقى انهي نوع من الصمام وانهي كرايتيريا، هل تتنفذ عليه كرايتيريا ولا لا؟ يعني مثلا شاب صغير وهنعمل له تافي، لا نعمل له قلب مفتوح هو احسن. 25 سنه يعني ده القلب مفتوح بتبقى افضل. ما هو اتقال له كده. تمام، افضل من القسطره. طب هو بعد كده هل الموضوع ده هيأثر عليه؟ بص والله هي من ناحيه القلب مش هيأثر، انما الادويه اللي بنمشي عليها زي الماريفان بيبقى لها تاثيرات سلبيه. زي السيوله، احتماليه حدوث النزيف عنده في اي حته وارد. انت بتبقى المعامل السيوله الدولي بيبقى المفروض عند البني ادم 1، هو ما ينفعش الا عن 2. يعني احنا بندبل السيوله عشان ما يحصلش جلطات، عشان ما يحصلش جلطات على الصمام. دي بتخلي ان معدل ان يحصل له نزيف في العين عالي، نزيف في المخ عالي، نزيف في اي جسم في جزء من الجسم. طبعا محافظه وان هو يكون فاهم ده. طبعا هو بس هو هيبقى له بريكوشنز، احتياطات اعلى من الانسان الطبيعي. طيب بس طبعا الاحتياطات دي احسن من ان هو ما يعملش عمليه. طبعا طبعا، لان هو في مشكله. هو الفكره هو لو ما عملش العمليه عضله قلبه هتضعف، مش هينفع عمليه ولا غيره، خلاص باظ. هو الصمام ده دلوقتي انت عمال دلوقتي حاجه بتضخ قدام حيطه، خرم صغير. يعني انت بتضخ كده ماسك كيس ميه او سرنجه وبتضخها في سن رفيع، مش زي ما بتضخها في سن كبير. صح ولا ايه؟ الضغط ده اسهل من ده. طب كل ما انت بتضغط اكتر وقدام خرم يحصل ان عضله القلب دي بتتهتك، تضعف، توسع، فالضعف ده بيؤدي الوفاه. فلا الصمام طبعا تغييره افضل بكتير، لازم يغير الصمام، مفيش حل تاني. فكره او ان هو بقى مثلا، يعني مثلا لو هو عنده ضيق في الصمام الميترالي مثلا بس ما علوش تكلس وله كرايتيريا كده ويلكن سكور ده، انه ما يبقاش في كرايتيريا معينه، نعمل حاجه اسمها ميترال بالون، نخش بالقسطره نفتح له الصمام
العمليه دي بيحصل ريكارنس ليها، بس يعني بنأجل له العمليه القلب مفتوح مثلا 10 سنين ولا حاجه. طب انت يعني لو واحد دلوقتي متحدد له عمليه هو تمام. خايف، حكى له مثلا هو برضه خايف عمليه قلب مش عمليه يعني لازم لوز. يقعد مع الدكتور يفهمه الاثار الجانبيه من العمليه ايه. طب في اخر فيديو انت عاوز تقول ايه يا منبه؟ بص، عاوز اقول ثلاث معلومات للمرضى. اول حاجه ان مفيش حد بعيد عن امراض القلب. حلو. اي حد من دي 1 لغايه ما يموت معرض لامراض القلب في اي وقت، وامراض القلب معظمها مفاجئ. فكره ان انت تلتزم بالكشف الدوري ومتابعه القلب دي حاجه مهمه جدا مع جدا. مع تنظيم الاكل ومع العادات الكويسه. ده النقطه رقم 3. الحياه الصحيه مفيده جدا للقلب، من رياضه واكل. لازم تنظم اكلك، ودي حاجه سهله جدا، وبقت دلوقتي الوصول للمعلومات والتغذيه والوجبات الصحيه كتير جدا سهل، ورياضه. الثلاث معلومات دول لو عملناهم احنا هنتفادى امراض القلب بشكل جامد. الطب القلبي دلوقتي مبني على الوقايه خير من العلاج. ان انا اقيك من علاج القلب، نعمل لك فحوصات. معلش النهارده لو انا هروح اطلب منك تحاليل واشعاعات وفحوصات معينه، واقول لك اظبط لك حاجه معينه كده في حياتك اسهل 100 مره من انت تجيلي مريض قلب عاوز 5 6 انواع ولا 10 انواع علاج مع نفس الفحوصات بس الدبل، مع احتمال ان انت مش كويس، انت يا دوب عايش. احنا مش عاوزين حاله تدهور. ففكره الوقايه خير من العلاج. لازم معظم الناس تبقى مركزه انها تعمل وقايه لقلبها كويس. ماشي. انا شكرا طبعا يا دكتور محمود، ان شاء الله ده مش اخر فيديو. اكيد طبعا. فاي حد بقى شاف الفيديو عنده اي سؤال او اي حاجه محتار فيها او هو اصلا مريض قلب ممكن يكتب لنا السؤال بتاعه في الكومنتات وهنجاوب عليه في الفيديوهات الجايه. شكرا يا دكتور محمود. حبيبي. بنسبه كام مثلا الاب عنده حاجه هيجي لابنه؟ والله هترد يعني ما طالما رن بعد 3 شاشي برضه. مستخدمين في سنترال حماد. والله طول النهار كده. عادي الدكاتره صعبه زفت. كلكم عندكم القلب كلنا بنموت صغيرين.